انت ممكن تبقى تنين مجنح وارت دايركتور مجنح وكريتيف دايركتور مجنح، تفتح بيزنس هتقفل تاني يوم. انا شايفه ان اي حد مبدع عامه، مش شرط في الكريتيف اندستري او في اي مجال. الابداع ان انت توصل المسج بتاعتك وات ايفر تول اللي انت بتستخدمه. اكتر واحد بيبقى تعبان بجد هو بيبقى صاحب البيزنس. عندك حد شاطر جدا جدا بس اتيتيود صعب، هتعمل ايه؟ اطلع بره. اصلا هيفيدني ايه الشطاره لو اتيتيود مش موجود؟ هيغلبني، هيخلي في الاخر في تنشن. احنا جايين نتكلم على عفه الانسان. عفه الانسان فين عفه الانسان؟ هلو ازيك يا عفه؟ انا تمام، انت عامل اخبارك ايه؟ ايه؟ كله زي الفل. بص انا هسكيب الانترودكشن وهرجع لها تاني. ماشي. فانا بقى عايزه اسالك دلوقتي، احنا في بودكاست جود انف. ليه جود انف اصلا؟ علشان احنا بالليل بنقعد نفكر، يا ترى انا مدير كويس، يا ترى انا موظف كويس، يا ترى فانا عايزه اعرف في رحلتك بقى هتكلمني عنها، شايف نفسك ازاي؟ وهناخد بقى الاوفر ثينكينج كده واحده واحده. البودكاست ده معمول ليه؟ معمول علشان الناس اللي بتفكر كتير، وخصوصا في الكريتيف اندستري كمان، لان احنا هنتكلم النهارده على الكريتيف اندستري. فممكن تعرفنا بنفسك؟ ماشي. انا محمد عفت، سي او اوف بلا بلا ستوديو. احنا براندنج اند كريتيف ايجنسي، شغلنا في كذا بلد الحمد لله، مصر والسعوديه والاردن وقطر ودبي. اشتغلنا على ديفرنت اندستريز، منها الميديكال، منها البيزنس، منها الاف ام سي جيز او الاف ام بيز، يعني مختلف الاندستريز. بس احنا فوكسنج اكتر على السيرفيسز اللي احنا بنشتغل عليها، ويعني بنعمل حاجات مختلفه بكل بساطه. حلو. احنا النهارده بقى مش جايين نتكلم بيزنس، ماشي. احنا جايين نتكلم على عفه الانسان. عفه الانسان فين عفه الانسان؟ طيب احنا المفروض عاده لما بنيجي ننام بالليل بعد الساعه 12، كل الحاجات اللي احنا بنفكر فيها بنبدا نفتكرها ونقول يا ترى ويا ترى ويا ترى. الناس تبدا اليوم صباح الخير، انت بقى بتنهيه ازاي؟ ماشي. بصي، هو انت تبقى فاتح بيزنس ده هو مش زي خالص ان انت تبقى امبلوي. انت بيبقى عندك هموم كتيره جدا 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 جدا، وحاجات بتفكر فيها كتيره جدا علشان البيزنس يفضل يبقى بيزنس. انا بنام بفكر في كل حاجه. يعني انا لما بخش انام انا بفكر في الكلاينتس اللي عندنا، بفكر زي ما انت قلتي كده انا مدير حلو ولا وحش. بقعد افتكر كل اكشن انا عملته مع اي حد من التيم، هل هو ده كان احسن اكشن كنت المفروض اعمله ولا كنت المفروض اعمل حاجه مختلفه؟ ايه اللي المفروض اعمله اكتر علشان الشركه تتحسن؟ ايه اللي المفروض اعمله اكتر علشان في عندي حد مش بيرفورمينج ويل؟ طب هل انا المفروض اديله سبورت ولا المفروض اقول له لا كده انت ما ينفعش تعمل حاجه تانية؟ بفكر ازاي؟ لا، في عندك كذا حاجه بتفكر فيها. بس انا زمان كنت بقعد افكر في كله في نفس الوقت، ولقيت انه في الاخر ما بوصلش النتيجه. بنام زي ما بصحى كاني ما نمتش، لان انا في الاخر بنام وانا بفكر. فالاحسن دلوقتي ان انا بقيت الصراحه بنام بالليل، قبل ما انام بالليل كده بمسك اتيس موبايلي ورقه وقلم او حاجه، والله انا ايه الهوت توبكس اللي انا محتاج اتخلص منها. فانا محتاج اعمل 1 2 3 4، المفروض اراجع على 1 2 3 4 اورجنايز اليوم. أوكي. انا لو ما عملتش الحركه دي بالليل انا مش هنام، لان انا في الاخر عارف ان انا هبقى بفكر في كل حاجه، واصحى الصبح انا مش عارف انا المفروض ابدا بايه او المفروض اعمل ايه. فاورجنايزنج اليوم بالليل ده بقى هو في نوت ولا في موبايل ولا والله يعني جربت بالموبايل الاول، بس مشكله الموبايل انت بتمسكه طبعا كونسنتريشن سبان بيبقى ما شاء الله. تلاقي نفسك وانت بتفتح النوت فتحت النوتيفيكيشنز، فتحت انستجرام، فتحت واتساب، فتحت فيسبوك، انت خلاص ما بقتش بتعمل الحاجه بالظبط. فيا اما بعملها على ورقه وقلم، يا اما بقفل النت واعمل النوتس وبعد كده ارجع تاني افتح النت. طيب بما ان انت يعني انا شايفه ان اي حد مبدع عامه، مش شرط في الكريتيف اندستري او في اي مجال، فهل شايف ان الابداع من وجهة نظرك ان انا اكون بقى بعمل حاجه جامده جدا والناس تسقف لي عليها وكده، وخصوصا ان احنا في المجال بتاعنا شويه اللي هو ايه، لازم تكون في شله معينه، يعني لازم تكون في ضمن مجموعه معينه علشان تكتب بقى ماي ليتست، بصوا عليا انا بعمل ايه الكلام ده. فهل انت شايف ان الابداع مقتصر على حد واحد او مقتصر على مجموعه معينه او مقتصر على فكر اصلا؟ يعني هل انا مثلا لو جبت دي بدل هنا هتبقى مش مبدعه او حاجه؟ مش انا ببص على الابداع ده انه انت مطلوب منك تحل مشكله. انت في الاخر بتحل مشكله يا اما للكلاينت بتاعك يا اما للكلاينت بتاع الكلاينت بتاعك. الابداع مش ان انت تجيب فكره فنكوش وتحلم وتسرح وتجيب ناس بتطير من الارض يعني مش ده الابداع. الابداع ان انت توصل المسج بتاعتك وات ايفر تول اللي انت بتستخدمه. فانت محتاج تبقى فاهم ايه الحاجه اللي انت شغال عليها، ايه الاوبجكتيف اللي انت عايز تطلع بيه من الابداع ده، وات ايفر بقى هو كان كرييتيف، وات ايفر هو كان ديزاين،
كان بوستر، يعني وات ايفر الحاجه الاوتبوت اللي انت هتطلعه المفروض ان هو يكون بيحل الحاجه دي. فالابداع مش ان انت تعمل اخر تكنيك، مش الابداع ان انت تعمل اخر صيحات الموضه، ده مش الابداع. الابداع ان انت بجد تبقى بتحل المشكله. الابداع ان انت تبقى فاهم مشكله الكلاينت فين بتاعك وهو عايز يوصل مسج ايه وتشتغل عليها. مش قصه ان انت تبقى في وسط جروب علشان تقول انا عملت اجدد حاجه او اخر حاجه او لا خالص. انت لو الامباكت بتاع الكرييتيف اللي انت عملته ده ما وصلش لامباكت للبيزنس يبقى انت مش مبدع. اوكي. يبقى الابداع ملوش لازمه، الابداع ملوش اوبجكتيف. ودي بنشوفها صراحه كتير جدا. الناس بتيجي تعمل كرييتيف تقول لك انا هعمل اخر حاجه في الدنيا، اجيب كل فنانين العالم احطهم في الاعلان. ماشي، ايه الامباكت، ايه الريزلت، ايه المسج اللي هم بيقدموها؟ مش هتلاقي حاجه خالص. وفي امثله من كده كتير. اكتر اعلانات بحس ان هو بطلوا تعملوا كده ريل استيت. ريل استيت انا ساكنه هنا جنب الكوميونتي كله حلو. الكوميونتي كله حلو. كلنا شبه بعض. شفتش حاجه في الكوميونتي، شفتش ايه البنفيتس، شفتش اي حاجه. وفي برضو الاندستري الثانيه اللي فيها كده بتاعه التليكوم، يعني اللي هو ايوه انت هتقدم لي جديد، عملت لي عرض اعلاني، جبت لي نوستالجيا، عملت لي كل الحاجات دي كلها and then what؟ انا ايه البنفيتس اللي انت بتحكي لي عنها؟ فده مش الابداع. يعني الابداع ان انت بجد حتى لو بابسط الحاجات. وحتى كمان على فكره في حاجه معروفه اللي اسمها الجوريلا ماركتنج. وجوريلا ماركتنج بتبقى معتمده على اللي هي ايه، الحاجات الانيوجوال، حاجه بوستر بس في مكان صايع، اكشن بسيط بيتعمل، حاجه بتبقى مختلفه، مش شرط تبقى بادجت كبيره جدا بس في الاخر بتدي امباكت حلو. ده اسمه ابداع. لكن التاني ده اسمه يلا بينا نفرد عضلات. ملهاش لازمه. طيب انا دي فقره هيا بنا نصيح. على ايه ولا ايه؟ من فاوندر لفاوندر. على ايه ولا ايه؟ بص انا كان بقالي مثلا 3 سنين او سنتين بشتغل working from home. حتى ايفن التيم اللي كان موجود معايا كان بيشتغل من البيت، ما كانش عندنا لوكيشن، ما كانش عندنا اي حاجه، لانه كستارت اب احنا ما كناش عايزين نبدا بالبين باجز والنسكافيه والحاجات دي، وبعدين معظم اللي عملوا كده ما بقوش موجودين اصلا. فاحنا بنفكر اكتر على بشكل ستيدي وبشكل بطيء وبشكل يكون فيه استمراريه. انا ما كنتش متخيله ككرييتيف ان انا لما ابقى مديره هتعلم حاجات كتيره قوي غير الكرييتيف. يعني مثلا انا بصحى الصبح بخش النت قاطع، ماشي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اوكي. فمع ترند بقى البيزنس اونرز ويلا نعمل هودز ويلا نعمل مش عارف ايه، بحس ان في جاب كده ما بين الناس دي والناس اللي بتشتغل. يعني الناس اللي طالع عينيها فعلا في الشغل، والناس اللي بتجري ورا التيم، والناس اللي بتحاول تعمل رولز على قد ما تقدر، تبعت جوب اوفر مكتوب فيه الديسكريبشن مظبوط. فانا بالنسبه لي السنه اللي فاتت كانت سنه قويه جدا، لان فيها خبره انا ما خدتهاش في الايجنسيز ولا خدتها في شغل غير شغلي انا. ففكره المانجمنت دي حاجه مش سهله، وخصوصا لما تبقى جاي من كرييتيف باك جراوند. فهديك المايك بقى ان انت تصيح. هديني المايك. بصي، اكبر مشكله بنشوفها انه الكرييتيف حاجه، او ان انت تبقى ديزاينر جامد، او ان انت تبقى كوبي رايتر جامد، او ان انت تبقى جامد في الجوب اللي انت بتعملها، ملوش علاقه خالص بالبيزنس. زي ما انت قلت كده، في بقى حاجات انجلز ثانيه كتيره. انت ممكن تبقى تنين مجنح وارت دايركتور مجنح وكرييتيف دايركتور مجنح، تفتح بيزنس هتقفل تاني يوم، لان ده ملوش علاقه خالص بالبيزنس. البيزنس از بيزنس. البيزنس ده مش ان انت بتطلع برودكت حلو او سيرفيس كويسه. البيزنس ان انت تمانج كومباني. فمانجنج كومباني دي فيها بقى كذا حاجه، فيها الهيومن ريسورسز، فيها الاسيتس، وفيها الكاش فلو، فيها كذا حاجه تانية. هو للاسف الناس بتبقى فاكره، او الموظف بقى بيفتكر كده اللي هو ايه، وهم قاعدين على قلبهم فلوس. يعني فاتح بيزنس اهو، ايوه، ومرتاح، واصل هو بيجي بنعمل بودكاست يعني، وبنعمل بودكاست يعني، واصل احنا بنيجي الساعه 12 عادي. فانت بتيجي الساعه 12 ماشي، وبتيجي تاخد كوبايه الشاي وتفطر وتعمل. واصلا صاحب البيزنس ده بيبقى عنده مليون الف هم، عنده اخر الشهر، عنده مرتبات، عنده الحاجات اللي موجوده في المكتب بقى، سواء كانت نت، القهوه، الشاي، الاسيتس، ماتيريالز، تولز. يعني عنده 60، عنده اصلا محتاج يجيب بيزنس جديد عشان يرن البيزنس، عنده ناس ما دفعتش فلوس فانت محتاج تعمل كاش فلو، عنده اكسبانشن بلانز عايز يعملها، عنده تيرن اوفر فهو محتاج يمانج ده، عنده سيستم محتاج يمبلمنت. فهو لا، انت مش عشان شاطر في الشغلانه بتاعه ان انت بتعمل ديزاين او كده ان انت فاوندر، او انت تبقى بيزنس مان، او ان انت تبقى فاتح بيزنس كويس. اوكي، ده حته ودي حته تانية خالص. اكتر واحد بيبقى تعبان
بجد هو بيبقى صاحب البيزنس. يعني مش ان هو بقى قاعد نايم مرتاح. ماشي، هو بيبقى معاه فلوس، بس هو مقابل الفلوس دي هو قاعد شغال 24 ساعه. انا زي ما قلت لك انا بفكر وانا نايم، علشان انا عندي محتاج والله في حد اصله performance بتاعه زي ما بقول لك مثلا مش كويس، فانت محتاج اصلا تبقى تعلم نفسك ازاي تمانج البني ادم ده. طب خلينا بقى نقف عند الحته دي. ماشي. سهل ان احنا نعين حد، وسهل ان احنا نقول سهل ان احنا نعين حد. ثانيه أنت قد هكمل بقيه دي؟ الجمله. ماشي. دلوقتي في الزمن ده سهل. لا ماشي يعني الحمد لله ليتلي بقى سهل معايا انا. ماشي. بس صعب ان انت تقول له البرفورمانس بتاعك مش كويس، مش قد التوقعات اللي احنا جبناك علشانها. بلس انه يعني هنتكلم عن جنريشن زي في حته طويله، بس انه فكره ان انا بعرف، انا شاطر، انا بطلع قدام الكاميرا ومعايا موبايل والبيزنس شغال والدنيا لذيذه وبعمل ترندات وحركات زي كده، بس لما تيجي بقى تقيس مثلا على الجانب التاني سيلز او حاجه زي كده تلاقي مفيش امباكت. هو في فولورز بس مفيش امباكت. مثلا في كابشنز وفي سوشيال ميديا بتنزل بس ما حققتش التارجت بتاع الكلاينت. اخدت فتره برضو علشان اتعلم ازاي ابقى اتش ار، لان برضو السمول بزنسز مش هجيب اتش ار مخصوص، يعني هيعمل ايه؟ اوكي. هيمشي هيدخل الناس ويقعدهم ويظبط ويعمل ورك فلو. بس هي الفكره انه برضو هو شايفك انت كفاوندر ممكن تكون بعيد عنه. يعني انا لما كنت اصغر شويه كنت بحس انه هو بعيد عني، او انا مش عارفه اسنك معاه، بالرغم ان احنا يعني لسه ما كبرناش قوي، بس برضو في جاب. برضو في جاب. فازاي بقيت اجايل قوي، بقيت مرن ان انت تتعامل مع فكره الفايرنج، او فكره ان انت تقول لحد لا انت مش قد التوقعات اللي انا عايزك عشانها. ماشي. هو انا اكشلي هختلف معاكي في نقطه واحده صغيره، حته ان انت تعين اتش ار. اكشلي ان انا لما عينت اتش ار ده كان فرق غير طبيعي، لانه في الاخر انا هرجع بس النقطه للسؤال اللي قبليها، ان انا كمانجر المفروض امانج، مش المفروض ان انا انزل اوبريشنز بايدي. فحته ان انا ابقى بشتغل بايدي دي هتضيع عليا الفوكس بتاعي ان انا احط استراتيجي للشركه ان هي تكبر. فحته الهايرنج دي اللي انا مش متفق معاكي برضو ان هي سهله، مش عارف هي سهله ازاي، لان انت تلاقي حد كرايتيرياز معينه. ما انت بتحط الكريتيريا دي، والكريتيريا دي المفروض ان هي تبقى فولوينج الفاليوز بتاعت البيزنس، ولازم تكون فولوينج الاوبجكتيفز اللي الشركه عايز توصل لها، وفولوينج حاجات كتيره جدا. فانت عشان تلاقي الكاليبر اللي عايز يوصلك للنقطه دي ويبقى معاك اون ذا سيم بيج، ما يبقاش جاي بس اللي هو ايه انا بعمل شغلي حلو ويبقى عنده ايجو انه انا تمام زي الفل، ده بقى صعب. صح. فاحنا بنضطر نقعد في بروسيس كتيره جدا. وعلشان كمان الاتش ار بقى نحط الكي بي ايز according to الجوب ديسكريبشن لكل شغلانه. الجوب ديسكريبشن دي تبقى هي المقياس بتاعت الشخص ده، هل هو فعلا شغال صح ولا شغال غلط. لانه انا مش دايما هلوم على الشخص ذات نفسه او الموظف نفسه، انا كمان كشركه محتاج اكون موضح ايه الاوبجكتيفز اللي انا محتاجها من الراجل بالظبط، ومحتاجها من اللي شغال معايا. لو هو مش عارف انا عايز منه ايه ما اقدرش الومه خالص، لانه انت ما انا ما اعرفش ده اللي انت عايزه ولا مش ده اللي انت عايزه، انت عايزني اعمل كذا عملت. فانت لازم تبقى كاتب انت عايز منه ايه، بيزد عليها تحط كي بي ايز تكوميونيكيت معاه تشتغل عليها. الكي بي ايز هي اللي بيحميني وبيحميك، وهي اللي بيوجهنا احنا الاثنين. لو انت شغال بيرفورمانس حلو وجاي تطلب مني ريز وعايز انا اعرف انت شخص كويس ولا وحش، هرجع للكي بي ايز. بيرفورمينج ويل يبقى انت شخص انا محتاج اثبت فيه واحاول احافظ عليها قد ما اقدر. لو انت الكي بي ايز بتاعتك مش كويسه، عندنا بقى فتره هي بتمشي سيستم. اول شهر هنقعد هنحط مع بعض اكشن بلان ونحط مع بعض بيرفورمانس بلان، لان انت محتاج تحسن من نفسك 1 2 3 4. الشهر التاني لو تحسننا حاجه بسيطه حلو هنشجعه يلا بينا نحسن اللي بعديه، ما تحسنش يبقى كده احنا بنعمل فيرست وورنينج. الشهر التالت خلاص لا خلاص، ما احنا هنا بقى بتيجي حته ايه بقى، ما خلاص والله انا اللي يصعب عليك يفقرك. هتضطر لا مؤاخذه شكرا والله البرفورمانس بتاعك مش كويس، ملوش علاقه خالص. وهنا بنفصل بقى، لو انت بتبقى شغال بالطريقه اللي هي بتاعت البرفورمانس دي بفصل تماما. انا كوميونيكيشن بيني وبينك كشخص، انت ممكن تكون ممتاز محترم جميل لذوذ سوشيال باترفلاي بتعمل كل حاجه حلوه، بس ده مش بيرجع لي بمردود فلوس. وانا اكيد فاتح بيزنس علشان اجيب فلوس، يعني هنحب ان احنا نعمل كوميونتي لطيفه وكل حاجه، بس ايفنتشولي انا بتعب التعب ده كله. السيف انفايرمنت الكالتشر الجميله الحاجات دي كلها، بس هو في الاخر علشان تديني بيرفورمانس احسن يكسبني فلوس اكتر. صح، انا فاتح بيزنس عشان اخد فلوس. بالظبط. بلاش مش هجملها، هي انت فاتح بيزنس تاخد فلوس.
فتحت بيزنس، جبت حد بدفع له فلوس ما رجعليش، يبقى انا الار او اي مش موجود، يبقى انا مش هقدر اقول لك والله انت مكمل معايا. خلاص انا حاولت معاك مره واثنين وثلاثه وما جابتش، فخلاص ساعتها يعني الموضوع بيبقى ايه، يعني خلاص احنا والله احنا حاولنا معاك. طبعا اول مره تبقى ايه، في بقى دقات قلب سريعه، وتبقى عرقان بالظبط، وتبقى مش تفكر بقى هقول له ايه وهقول لها ايه، ولو عيط ولو عيطت ولو حصل والاكشن في ناس الدراما عيطت ده. والله. ما هو بيحصلوا طبعا، بس انت مع يعني زي اللي بيشوف دم اول مره بيحس كده اللي هو ايه هيغمى عليه، بعد كده خلاص بيبقى عادي، زي الدكتور اللي بيخش اول مره مشرحه بيغمى عليه وبعد كده خلاص. فانت نفس القصه، اول مره بتقولها بتحس ان انت قلبك اتقطع وتقعد تفكر بالليل وما تنامش، وانا كنت ربنا هيحاسبني. ربنا هيحاسبني. بس هو في الاخر ما هو انت برضو ربنا هيحاسبه ان هو ما عملش الشغل اللي كان مطلوب منه يعمله. فانا ليه هبقى عليه؟ وبعدين تبقى دايما غايبه عن نظر الناس انه هي سايكل كامله، وبالذات كمان في السمول بيزنس. انت متخيل ان انت ترس في مكنه، الترس ده لو شلناه من مكانه المكنه مش كلها مش هتدور، او هتدور في اتجاه غلط او هتبوظ. فانت السمول اكشن اللي انت بتعمله هو بيمباكت جدا 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 في البيزنس، بيمباكت جوه في الهارموني بتاعت الشركه، بيمباكت قدام الكلاينتس بتوعك، بيمباكت. انت متخيل انت ما عملتش البوست صح عادي، ما في 12 تانيين ماشي، ما هو في الاخر الكلاينت هيبقى بالنسبه له انت ليه دي مش كويسه، انتوا مستهترين، انتوا اللي بيخسر البيزنس اونر. بالظبط. انت ما تخسرش، انت في اخر الشهر تاخد مرتبك، انا في اخر الشهر هتعب عشان اجيب ريبليسمنت للكلاينت اللي مشي بسبب ان انت ما خدتش بالك من الستيب دي. يعني هي سمول ستيبس، هي سمول اكشنز، السمول اكشنز دي بتدي بيج امباكت، زي الباترفلاي افكت او السنوبول افكت. هو كره صغيره بتكبر، هي بتبتدي صغيره تفضل تضحك لحد ما تبقى كبيره. الكلاينت ده بني ادم في الاخر وبيشيل جواه، فانت تعمل غلط هيعديها لك، اللي بعديها هيعديها لك، اللي بعديها هيبتدي يتخانق، اللي بعديها هيبتدي يتخانق اكتر، اللي بعديها يقول لك انتوا ايه مستهترين. خلصنا ابدا، ما الكلاينت ده وورد اوف ماوث، زي ما هو بوزيتيف هو نيجاتيف، هيقول عليكم ايه وحشين. فالوحشين دي في كلاينت ما شافكوش بس سمع ان انتوا وحشين، فيعمل ايه؟ هيكمل، لان احنا الشعب بيحب تحط شويه بهارات. ده انا سمعت ان هم بيعملوا شغلهم كويس، دي اول جمله. ده انا سمعت ان هم بيسرقوا العملاء، ده انا سمعت ان هم خلاص بقى انت رحت. فانت كل ده بيأثر على الريبيتيشن. انت كحد امبلوي انت مشيت من الشركه رحت شركه تانية، وسمعه الشركه هي اللي باقيه. مين اللي مضرور؟ بيزنس اونر. بس انت لما تيجي تقفش عليا، الانفايرمنت توكسيك مش حلوه، بيقفشوا علينا. لا فكرتني بحاجه كده. فكرت بايه؟ كنت لسه يعني كنت خلاص هولد اليوم اللي انا هولد فيه، ولقيت ميل قد كده مكتوب بقى فيه كميه حاجات من الحاجات اللي هي بتبقى موجوده في البيج كومبانيز وكده. فانا اللي هو احنا اصلا كلنا كام؟ لو احنا قد ايه؟ فالفكره في انه الميل نفسه كان مكتوب اللي هو برغم كل حاجه لا حتى الثانك يو مش مهم، حتى الابريشيشن مش مهم، حتى هو ايه اللي مهم؟ يعني ايه اللي مهم؟ فدي بقى الحاجه الثانيه كنت اسالك عليها. عندك حد شاطر جدا جدا بس اتيتيود صعب، هتعمل ايه؟ اطلع بره. على طول كده؟ اطلع بره. اصل انا هيفيدني ايه الشطاره لو الاتيتيود مش موجود؟ هيغلبني، هيعصبني، هيخلي في الاخر في تنشن، وزي ما انت بتقولي كده احنا كام علشان يبقى في تنشن جوه الشركه. بالظبط. اطلع بره. ليه اللي يطلع بره؟ لو انا عندي حد بس حتى لو خرج واتكلم عليك ان انت مش الشركه، اصل هي لما انا قلنا لهم ما كانوش يعني فليكسبل قوي فما سمعوش الكلام. انت عمرك ما الناس هتبقى مبسوطه منك طول الوقت، فما تفكرش كتير، كده انت هتبقى السايق في روايه احدهم. فعادي تعايش مع الموضوع. مشكله ان احنا لو بنركز مع الموضوع بيكبر اكتر. فانت بتعمل اللي عليك، يعني انت كبزنس اونر اعمل اللي عليك، حاول ترضي ربنا في اللي انت بتعمله، حاول تديهم كل البنفيتس اللي تقدر عليهم، حاول تعلمهم، حاول توجههم، حاولت كل ده خلاص. يعني هتعمل ايه؟ اصل هو لو فضل موجود في المكان، ما هو قاعد في الاخر، سواء الشخص اللي عنده اتيتيود وحش ده هو في الاخر قاعد بيتكلم في ودن كل حد معاه في الشركه، البرفورمانس بتاعه بيبوظ. كان في دراسه كده مش فاكر كنت قريتها زمان يعني، مش فاكر برسنتجز بالظبط يعني، بس انت لو قاعد جنب حد البرفورمانس بتاعه مش احسن حاجه بيأثر على الناس اللي حواليه بنسبه حوالي 30%. الشخص الكويس بيأثر بنسبه 17%. فانت متخيل ان الأسوأ بيأثر اولموست الدبل عن الكويس. فانا هستفيد ايه؟
انا لو فضلت مكمل فهو هتلاقي ان الناس بتقع واحده ورا التاني، الافكار ما بتقفش، والناس للاسف ما اتعلمتش ان هي تانفستيجيت المعلومه او تانفستيجيت او ان هي تقف في الحق. احنا متعودين ان ايه؟ الشركه وحشه، مدير ظالم. صح. هي جمله، المدير ظالم، الشركه وحشه. فايه ده؟ الشركه قفشت على حد مننا؟ لا، ده مننا، الشركه دي وحشه. ممكن يكون الشخص التاني مش هيمشي، صح. بس هو في الاخر بيسيب ديل كده وراه من الباد فايبس. بص، هو بيدخل الشك برضه، بيدخل شك، يعني في شك كده، شكايه صغيره، اللي هو طب مش يمكن فعلا بيدخل أخد فيروس. مش يعني خلينا نقول عليه ان هو فيروس. انت عشان بقى مشكله ان انت تتخلص من الفيروس ده كبزنس اونر، الموضوع متعب. بتاع فيروس، انت فيروس ودخل، عشان تتخلص منه هتفرمط دي هتغير التيم. صح. فالموضوع ما بيبقاش سهل خالص. يعني ان انت تسيب حد عنده اتيتيود وحش جوه الشركه دي، ده موضوع وحش قوي. لان انا حصل معايا الموقف ده، انا قعدت سنه كامله بعالج الفيروس ده. سنه كامله. الحمد لله عالجناه في شهر. لا سنه، اصلا خلاص، ما انا سبته بقى فتره، ما هو انا يعني سبت، خليك. بس ده كده برضو انت نزلت برضو في حته تانية غير البيزنس وغير الكرييتيف، يعني برضو كنت سايبه فتره، فبرضو توغل بقى في ما بالظبط. بس انا ما سبتوش كتير، يعني انا 3 شهور شهرين. بس انا عشان اعالج ال3 شهور شهرين دول قعدت سنه كمان كامله بحاول اعالج الموضوع. عشان كده بقول لك لا، يعني الاحسن اتخلص من الفيروس ده على طول، على طول، ما تجيبوش اصلا. طيب، بما ان احنا بنتكلم بقى في الحاجات دي كلها، فساعات برضو في الكريتيف اندستري نسال سؤال: انا عندي مواهب كتيره جدا، انا بعمل فويس اوفر وبخرج وبصور وريل كرييتور وايا كان انا ايه بعمله، فهل تعدد المواهب دي حلو ولا ميزه ولا عيب؟ يعني انت مثلا اديك مثال، انا دلوقتي جيت بالسي في بتاعي فكاتبه كده انتربرينور فاوندر ريلز كرييتور سلاش يعني كذا سلاش جنب بعض. فطبعا انا مش هكتب دي، برضو حاجه مهمه جدا ان في ناس كتيره بتجيلي اللي هو فاوندر، طب ما اروح انا في، طب ماشي تعالى تعالى هنا اقعد مكاني، تعالى امسكها بقى تعالى هنا مكاني. فهل انت لما بيجيلك سي في كده انت مثلا عنده كذا موهبه او كذا سكيل، هل دي حاجه حلوه ولا ريد فلاج؟ ماشي. حاجه حلوه ووحشه، بس ما تكتبهاليش في السي في. يعني انت محتاج، عشان ما هو اصلا في الاخر انا مفيش جوب موجوده اسمها جوكر. في جوب اسمها فيديو اديتور، في جوب اسمها بروديوسر، في جوب اسمها اكاونت مانجر، فهي في جوب. فانت محتاج تقول لي انت، وبرضو انت لو شاطر في كله بس مش هتبقى تنين في كله، هتبقى تنين في حاجه. مفيش حد شاطر في كل حاجه. شاطر في كل حاجه ده خلاص هيبقى فاوندر، يعني روح افتح شركتك تمام. بس انت تبقى بتعمل كل حاجه دي مش هتخليني اصلا ابقى عارف هل انت بتاكزاجريت وايه التايتل اللي انا عينك عليه ولا اي حاجه. فانت اكتب الشوت اللي انت شاطر فيه قوي واللي انت عايزه يبقى كارير باث بتاعك. لو انت مش عايز تبقى فاوندر ده خلاص فاوندر، روح افتح ايجنسي انت. بس انت اكتب التايتل اللي انت عايز تكمل فيه وفوكسنج عليه. وفي الانترفيو وريني عضلاتك، يعني وريني بقى انت بتعمل، فانا ساعتها احس بالفاليو بتاعتك. بس انت فوكسنج على ده، لان انا برضو في الاخر لو احنا شغالين بقى بسيستم وبروسيس وبتاع، فانا في عندي سالري سكيل. احط لك سالري ايه بقى؟ يعني ايه؟ ما فيش حاجه اسمها سالري سكيل لتنين مجنح. في سالري سكيل لفيديو اديتور، في سالري سكيل لفيديوجرافر، يعني دول ليهم حاجات. هيقول لك حط من هنا شويه على حط من هنا شويه، لا ما فيش يعملوا 35,000 جنيه. وبعدين بقى انا ساعتها دلوقتي حاسبك على ايه؟ ما انا هرجع بقى دلوقتي للجوب ديسكريبشن. فانا ايه الجوب ديسكريبشن اللي هديها لك؟ اللي اقيمك عليها، اللي انا بالتالي احطك جوه البروسيس بتاعتي في الورك فلو، ان انت هيجي لنا ريكوست الفلاني فانت هتعمل الحاجه الفلانيه. احطك فين؟ ادي لك اكونت واقول لك مانج انت بنفسك. ما انت في الاخر شويه وهتحس ان انا ليه شغال في شركه واروح اشتغل بره؟ مش ده هيبقى ريد فلاج انه مش هيسستين، مش هيكمل معايا. وما اعتقدش ان في شركه بتعين علشان الشخص يقعد فيها 3 شهور ولا شهر ولا 6 شهور. احنا بنعين علشان الشخص يفضل قاعد طول فتره ممكنه ويستفيد ويفيد. انه طول ما هو قاعد هو حافظ الكلاينتس وحافظ البروسيس وحافظ الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، عارف احنا عايزين نوصل لفين، وهيكبر معايا الشركه وهيكبر معايا الاوبجكتيفز اللي احنا عايزين نوصل لها نسوقا. لكن انا حد هيجي يقعد 3 4 شهور ويمشي، ده انا مش هعرف استفيد منه. مش هلحق اقول له انت المفروض تعمل ده بطريقه 1 2 3 4. فالجوكر مفيد، بس انت محتاج تبقى في السي في بتاعك لو انت عايز تشتغل في حاجه انت في تايتل ثابت انت شغال عليه. سبورتيف بقى في الحاجات التانية،
يعني في فيديو اديتورز بيعرف يبقى دايركتور على صغير، خلاص حلو، انت فيديو اديتور، خليك فيديو اديتور. لما يجي لنا ريكوست او لما تيجي في الانترفيو، وده يا جماعه انا كمان بحب ان انا دايركت وعملت كذا حاجه، بس انا وحابب ان انتوا لو عندكم opportunities ان انتوا تنزلوني في سمول بروجكتس او تنزلوني، انا هبقى مبسوط اكتر من مبسوط. فانت هنا حتى كمان بتديني احساس كده اللي هو ايه، ده عايز يعمل يعني. فانا هبقى بعينك في حته، خلاص فيديو اديتور، هيجي لي بروجكت مش لاقي له دايركتور او البادجت بتاعته مش سامحه، اقول لك واي نوت، روح انت. فساعتها تبقى انت استفدت وانا استفدت. ان انت بتاع كله دي مش ما بتجيبش. حلو. بما ان اتكلمنا على الفريلانسنج واتكلمنا عن احنا لسه هنتكلم عن الفريلانسنج، جالي موظف قال لي انا بعد 3 شهور بما ان انا خلاص بقيت الستار بتاعت الشركه، عايزه اترقى يا اما اشتغل فريلانسر. فطبعا انت تاخد قرارك، بس هل شايف ان دلوقتي انا عارفه ان السؤال ده كان قديم قوي من زمان، هو فكره ان انت تشتغل في ايجنسي ولا فريلانسنج ولا ان هاوس، بس شايف مع جين زي ايه احسن فريم ورك نقدر نعمله بحيث ان التيرن اوفر يبقى اقل وفي نفس الوقت هو يبقى فيه الفايبس بتاعت الفريلانسنج فيرسز الكوربريت فيرسز الايجنسي، ميكس اند ماتش كده. ايوه. ماشي طيب، مش عارف ابدا منين الصراحه، السؤال صعب قوي، السؤال فيه حاجات كتيره جدا يعني. ماشي طب بصي، فريلانس في بدايه كاريرك جريمه، ليترلي جريمه، لان انت ما عندكش اكسبيرينس، وانت فريلانسر قاعد في البيت ما تتعلمش من حد، تتعلم من النت، والنت مش بيعلم كل حاجه، وان انت شغال في تيم ده جزء كبير جدا من الجيرني ان انت تتعلم فيها اكسبيرينس. فانت حد صغير بتدور على الفلوس من غير ما تدور على اكسبيرينس، جريمه. انا هسميها جريمه، لان انت بتقتل كاريرك بنفسك، الا من رحم ربي طبعا. بس يعني انت اللي جنبك هيقول لك معلومه، لان انت مش هتجيب كل التوتوريالز اللي في الكوكب، مش هتجيب كل الافكار اللي في الكوكب، مش هتجيب كل التعليم اللي في الكوكب. فاللي جنبك بيقول لك معلومه، المعلومه دي انت ممكن بعد كده تاخدها تدور عليها. واحد تاني قال لك معلومه تانية فبتدور عليها. عندك فوقك حد ماتش مور اكسبيرينس، سواء كان سينيور او سواء كان دايركتور، على حسب بقى كريس دايركتور او دايركتور ليدر وات ايفر. سو الراجل ده وصل ان هو بقاله سنين من الوقت قاعد شغال، فتعلم، فشاف بروجكتس، فتعمل له اكسبوجر حلو على بروجكتس مختلفه، هيدي لك برسبكتيف، حضر ميتنجز، عمل حاجات، كل الحاجات دي هو بينقل لك خبرته. فانت بينقل خبرته ليك وانت بتتعلم. انت بقى عايز تبقى شاطر اكتر بكتير وتاخد العلم ده وتقعد تدور اكتر، حلو، فانت كده بتاكسلريت التعليم بتاعك، انت كده تمام. بس انت لسه متخرج وتقول لي انا هبقى فريلانسر، يعني بتقتل الكيرف بتاع التعليم بدري. انت مش عارف اصلا انت متوجه صح متوجه غلط، اي الحاجات دي كلها انت مش عارف. فدي اول حاجه. انت هتشتغل فول تايم ولا فريلانسر بعد فتره من الوقت، اتس يور ديسيجن، انت حابب اني مود. لان الفريلانسر الاكذوبه بتاعت ان هو فري اكتر من الفول تايم، لا، لان الفريلانسر ده عامل زيه بالظبط زي الاونر بتاع البيزنس. الفريلانسر هو مطلوب منه ان هو يعمل ماركتنج لشغله، محتاج يمانج كلاينت، محتاج يبقى كرييتيف ويخلص سوليوشنز، محتاج يعمل هو فاتح شركه بنفسه. فالموضوع مش سهل، واغلب الناس ستيل بتقع في حته انه مش بيمانج شغله، مش بيعمل مانجنج للماركتنج بتاعه صح، مش بيعمل مانجنج للحاجات اللي هو المفروض يعملها بجانب ان هو يخلص شغله. فلو انت مش ويلنج ان انت تخش في السايكل دي كلها، حاجه من الاثنين، يا اما هتلاقي نفسك في اخر الشهر معكش فلوس علشان انت ما عرفتش تعمل كولكشن، فانت هتبقى قاعد مزنوق، مش عارف تخرج، مش عارف تعمل، نفسيتك بتتاثر، يا اما هنلاقيك اخر الشهر بتدور على شغل فول تايم. فلو انت مش ويلنج ان انت تعمل ده، ما تروحش فريلانسنج، لانه فريلانسنج محتاج ان انت تنظم فلوسك اللي انت بتاخدها. صح. يس انت تاخد فلوس اكتر، ده اكيد، مش هقول لك لا، بس انت بتاخد فلوس اكتر بتصرفها كلها، يبقى انت فقير. هتيجي في وقت هتبقى مش معاك فلوس. بتشتغل فول تايم وعارف تمانج وقتك وتفريلانس، ده بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا. انت قادر تمانج الاثنين مع بعض كده، انت بتزود دخلك، بتعمل، وده للاسف بقى دلوقتي مطلوب في الزمن اللي احنا بالظبط. فيه، انت تشتغل فول تايم وفي نفس الوقت تبقى فريلانس. فبدايه الكارير لا، يعني رايي الشخصي لا، قاطعه. بعد وقت طويل من التعليم والحاجات دي كلها، لو انت ويلنج تخش في السايكل بتاعه الهاسل كانك سمول بزنس اونر، جو اهيد. بشوف دلوقتي على التيك توك والانستجرام learn the design with محمد، اعمل مش عارف ايه كده،
وبخش على الاكونتس بلاقي ان هو بس بيقول اتعلم معايا، بس ما شفتش بروجكتس هو عملها. هل فكره الشيرنج نوليدج دي اصلا حاجه كويسه ولا حاجه فيها يعني ميزه وعيب؟ فشيرنج نوليدج ده مفيد اصلا للكوميونتي ايا كان مين، ولا هو بيضر اكتر ما بيفيد؟ وهل انا فعلا لازم اعمل بيرسونال براندنج؟ ماشي. هو بص، هما سؤالين بالنسبه لي هيبقوا مختلفين شويه عن بعض، حته البيرسونال براندنج وحته الاديوكيشن. عارف ان هو الناس بتستخدم الاديوكيشنال كونتنت دلوقتي از بيرسونال براندنج بارت، بس الشيرنج نوليدج دي حاجه لطيفه جدا، بس ان انت تعلم ناس وتحط كورسات وتعمل وانت اصلا لسه بقالك سنه سنتين لسه شغال في الاندستري او شغال في الفيلد او شغال في وات ايفر حاجه انت بتعملها، مشكلتها ان انت ما بتبقاش مريت بكل المشاكل في الحاجه دي. فشيرنج نوليدج بارت منها شيرنج اكسبيرينس، لانه انا هستفيد اكتر لما انت تيجي تقول لي التوتوريال ده واستخدمه فين ويبقى عندك انجلز مختلفه. الناس اللي يعني لو يعني بعيد عن تيك توك، بس هو بيعمل تيك توك وبعد كده يقول لك انا هعمل كورس واونلاين كورس وبتاع، الانفورميشن بتبقى شالو قوي، بتبقى على الوش قوي، وانت علشان تشير نوليدج ويبقى اسمها نوليدج محتاج تبقى هرستها. يعني عارفه مثلا اللي شال مثلا في التمرين دمبل 10 كيلو، فقال لك خلاص انا هبقى ترينر، فيجي يترين حد فيخليه يشيل 20 كيلو، اللي هو ماشي، ما انت مش عارف هو دلوقتي المفروض يشيل 20 كيلو ولا ده بدري عليه، فهيتمزق. فانت لما تيجي تقول نص معلومه في الاندستري بتاعتنا وتبقى انت مش هاضمها انت شخصيا، والهضم ده ما بيبقاش ان انت ذاكرتها، الهضم ده ان انت تبقى بجد عملت فيها براكتس، يعني استخدمتها في بروجكت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وعرفت ان هي هيطلع لك المشكلة الفلانية والمشكلة التانية والمشكلة التالتة، وتحل دي كذا وتحل دي كذا، وانت المفروض عشان تعمل كذا المفروض تعمل، يعني كده you are sharing knowledge. ده كده انت فعلا بتعمل knowledge. لكن انت انا شفت على تشات جي بي تي طلعت السؤال فطلع لي الخطوات فرحت عملت لها ريكورد، اي مش مفيدة يعني. ودي برضو حاجات اللي احنا شخصيا انا شخصيا بقع فيها، بالذات كمان في الحاجات بتاعت الاي اي، كله عامل فيها اكسبرت ان هو اي اي، وكله بيجي ورا التولز، التول دي بتعمل، التول دي بتسوي، التول دي بتخلص، بص على طول والتول دي احسن من التول دي. لما اجي بقى احتاج، انا محتاجه في بروجكت حقيقي، اجي استخدم التول اللي هو قال عليها ان هي بتخلص الموضوع، خلاص انا ابقى عارف ان هي هتيجي تخلص معايا حلو كده، بخش بلاقي في الاخر ان هي لا دي عندها عيوب 1 و2 و3 و4 ومش مفيده بالنسبه لي، وانا ضيعت فيها وقت، وانا بقعد ادور هي المشكله عشان انا استخدمت طول غلط ولا هو اداني معلومه على الوش. هو لقى البروموشن نازل ان احنا احسن من كذا، جربها، لا هو جربها مره عشان ينزل عليها البوست اللي هو هيكتبه، طب جربتها براكتيكلي في بروجكت؟ ابدا. فاحنا في الاخر احنا كلنا بنروح في الصابون، يعني بنروح بقى انا هو قال لي البروجكت التول دي هتبقى احسن وهي ولا احسن ولا نيل. فدي بالنسبه لي ازمه. دونت شير نوليدج لو انت ما عملتش عليها براكتس كفايه. ما تجيش تعلمني اي اي تولز وانت يا دوب لسه اصلا التول نازله امبارح وانت جربتها مره. طب انت جربتها في براكتيكال بروجكت؟ جربتها في حاجه؟ انا بعلم فوتوشوب، ماشي، عملت كام بروجكت فوتوشوب؟ يعني عملت كام بروجكت؟ اشتغلت كام حاجه؟ انا هعلمك ازاي تصور بالموبايل، حلو، وريني صوره تصويرك بالموبايل. فلو انت مش واصل لمرحله ماتيور وان في عندك كلاينتس وفي عندك كذا من البروجكتس اللي انت جاي تشير النوليدج فيها، يعني احنا تعبنا من كتر النوليدج، يعني احنا تعبنا ليتلي من كتر النوليدج، لان هو في الاخر بتبقى المعلومه شالو قوي. البيرسونال براندنج غلطه الناس ان هي بتربطه دايما باديوكيشنال كونتنت، والاثنين ما لهمش علاقه ببعض. ده جزء من الكونتنت اللي انت ممكن تعمل له شير، جزء ليتلي جزء، بس انا مش عارف ليه الناس كلها حاشره نفسها ان الكونتنت بتاعها في البيرسونال براندنج في وات ايفر ستيج اللي هم فيها شيرنج نوليدج. طب في حاجات تانية، في انسايت انت قريتها، في كيس ستادي، كيس ستادي انت عملتها، في كويستشن انت مثلا كلاينت ساله لك فانت ما عرفتش اجابته فتسال الناس عليه فتبين ان انت شغال على بروجكت مختلف، في ارتكل انت قريتها فتشير، في 60,000 حاجه في البيرسونال براندنج غير ان انت تشير كونتنت كله عباره عن نوليدج انت جايبه اصلا من وات ايفر اي اي، تشات جي بي تي بقى ولا جيميناي ولا وات ايفر تول. اديني السكريبت، حطيت السكريبت، حطيت الموبايل، حطيت اللايت اهوت عشان كلنا خلاص بقينا عارفين ان هي 45 درجه، عملت الفيديو، سجلته، عملته على كاب كات، نزلته، عملت ريتش كويس. ايه كلنا بقى عندنا نوليدج ما شاء الله علينا. فلا، ده بيرسونال براندنج حاجه مختلفه تماما عن ان انت بس تشير كونتنت عباره عن اديوكيشنال كونتنت. حلو قوي. ده بقى ياخدنا لاخر سؤال، ولو اني مش عايزه اقفل يعني بودكاست
دلوقتي انا اشتغلت عدد سنين، سنه سنتين 3 4 ايا كان عدد السنين ايه. دايركتور 3 سنين بقت دايركتور. انا موجود في الايجنسي. أيوة. دايركتور. ايوه. ازاي لما اجي اعمل انترفيو اقول السعر اللي انا استاهله؟ يعني ناس كتيره لما بنسالها في الانترفيوز لا ما اعرفش، قول لي انت. ماشي. فلاقي يجي يسال ويجي ويقعد ونستناه زي ما كنت قلت قبل كده، ونستناه وخلاص انت جاي تمام تمام. يسال بره يلاقي ان حجم الشركه مختلف، الناس الامبلويز اللي فيها اكتر، بروجكتس اكتر، بيقول لك لا والله انت قلت لي مثلا 15000 بره باخد 45، انا عايز 45. بتبقى بتظبط ده ازاي؟ ماشي. هو دي حاجه شيرد ما بين الشركه وما بين الشخص اللي جاي يشتغل. ما بين الشركه السالاريز دلوقتي بقى في جنون، ما بقتش مفهومه، الماركت ليتلي ما بقاش مفهوم، والبرايسنج بتاع كل حاجه غلي، فالناس كلها عايزه تغلي اسعار وعايزه تاخد مرتبات بتطير، وعينينا فتحت على ارقام ما بقتش طبيعيه. خليجي. الماركت السعودي طبعا بوظ كل السالاريز اللي في الكوكب، والسالاريز بقت غريبه جدا. فمن ناحيه الشركه تعمل سالاري سكيل according to الستراكشر واكوردنج تو البادجت. انا والله حاطط بادجت اكس للمرتبات في الشهر covered x numbers of months قدام. eventually انا التايتل ده مفتوح، تاب براكت مفتوح، السالري سكيل بتاعي والله الجونيور بياخد كذا، الميد بياخد كذا، السينيور بياخد كذا، الدايركتور بياخد كذا، خلاص ده السالري سكيل بتاعي. ده في الشركه عندك. الشركة اي شركه يعني. انا بتكلم على سمول مثلا بزنس ايا كان، انت بتحسبها في اللونج تيرم. عشان كده بقول لك هو ملوش علاقه خالص بان انت كرييتيف شاطر. ما هي دي بقى الفكره. ما هي دي بقى الفكره، ان هو بيجي يتفق معاك في الانترفيو على رقم، انا عايز اشتغل معاكم جدا، بحبكم جدا، ولما هيجي يسال بره ايه يا عم انت عبيط. حلو، ما ده دوري انا بقى، وضحت ده السالري سكيل بتاعي، انا ده اللي اقدر عليه علشان كمان ابقى سستين، ما بقاش ان انا هديك مرتب شهر اللي بعديه مش هديهولك عشان انا والله اصلا ما كنتش عامل حسابي في البادجت دي. ما هو في الاخر انا بادجت، انا صح. الموضوع بالنسبه لي بادجت، ده من ناحيتي انا. من ناحيه بقى الشخص اللي جاي يشتغل، والله الموضوع عرض وطلب. انت طالب 40، انا حاطط وشايف ان انت اليوز اوف اكسبيرينس بتاعتك ليتس سي 2 3 سنين، يبقى انت في البراكت الفلاني اللي هو الميد ولا الجونيور على حسب بقى كل شخص ومجهوده والتعليم بتاعه والبروجكت اللي هو اشتغل عليها. فده بيقع في الرينج بتاع ال15، في الرينج بتاع ال20 للتايتل ده. فانا دلوقتي عندي سالري سكيل ثابت بتاعي كشركه اكوردنج تو البادجت بتاعتي، تمام، اللي هي برضو في الاخر هي ليها اكتيفيتي على فكره بتتعمل، ان انت برضو بتقيس على الماركت، وعشان ما تبقاش انت حاطط سالاريز ضعيفه جدا، فانت محتاج توازن كشركه ما بين السالاري سكيل بتاع الماركت مع اللي انت اوريدي حاطط له بادجيتنج. انت بتقف كده في حته في النص، سبيشال كمان احنا بنتكلم على سمول سايز كومبانيز، مش بنتكلم على مالتي ناشونالز، لانه برضو انت محتاج كبقى حد بتقدم تبقى فاهم ان في فرق ما بين المالتي ناشونالز، في فرق ما بين السمول سايز كومبانيز. وسمول سايز كومباني مش شرط ان هي تكون قديمه وجديده، ده حجمها عامل ازاي، فبالتالي بيأثر على البينيفيتس، بيأثر على الفلوس، يعني بيأثر على حاجات مختلفه يعني. فاحنا دلوقتي عملنا الاكتيفيتي ده من ناحيتنا، انت جيت بليز اوف اكسبيرينس بتاعتك اكوردنج تو السي في واكوردنج تو الشغل اللي انت عملته، وهتيجي تضرب رقم. انا بالنسبه لي الرقم ده انا مش هوافق عليه او ارفض عليه غير لو انا راجع للسالري سكيل. انت طلبت 40 وانا حاطط لها 15، والله بص انا السالري سكيل بتاعي، انت شخص جميل وخطير وتنين مجنح وكل حاجه، انا والله التايتل ده انا حاطط له 15. وافقت تمام، ما وافقتش في الاخر انا قلت لك اللي عندي، يعني انا كشركه ده الرقم اللي انا اقدر عليه. انت قلت لي والله اصل انا كنت متخيل، لا ما تتخيلش. وهنا برضو جزء من الشركه ان هي تكون كلير جدا. الاوفر بروميسنج او البروميسنج بتاعت الفيوتشر ان انا قدام هعليك، ده من اكبر الاخطاء اللي بتتعمل. دونت بروميس اللي انت ما تعرفش الدنيا عامله ازاي. انت اوريدي سيفد ان البادجت للشخص ده 3 مانثs قدام كمرتبه، فانت ما تجيش تقول له والله اصل بعد 3 شهور هنعليك، لانه موست بروبلي كاونر وانا هلتمس حسن النيه بتنسى، لان انت اكيد مش مركز في موظف واحد، انت مركز في الموظفين كلهم ومركز في البيزنس ومركز في 60,000 حاجه، هتنسى يعني في حاجات بتنساها. صح. والموظف هو ما عندوش غير مدير، او هو قاعد في الشركه دي بس همه حاجتين، ياخد مرتبه اخر الشهر، والشغل اللي هو بيعملها اللي هو حاجه واحده في كل القصه دي كلها، فهو فاكرها لك وهيعتبرك بتخونه بعد ال3 شهور، ان هو هيجي يقعد معاك يقول لك ايه على فكره انت وعدتني. لا هو انا ممكن اكون وعدتك ونسيت. صح. وارد. عشان كده برضو من دوكيومنت، بس ولنفترض ان احنا ما عندناش دوكيومنتيشن للموضوع، انا هنسى، فما تجيش تلومني. فدونت اوفر بروميس يعني كناحيه الشركه. من ناحيه الموظف، العقد شريعه المتعاقدين، احنا لو في بينا
انه انت جيت على الجوب ديسكريبشن دي بالسالري ده، ما تجيش تقول لي اصل، لا هو خلاص ما فيهاش اصل، احنا الاتفاق بيننا كان كده. والشركات بتمشي ان في بيحصل انيوال ريز، ده الزيادات اللي بتجيلك سنويه ساعتها بقى على حسب كل شركه. وحتى كمان دلوقتي قانون العمل الجديد بيجبر ان هي مينيمم 3%، وفي شركات بتعمل من 7% ل 15% according to طبعا البرفورمانس واكوردنج تو الحاجات يعني حاجات كتيره مختلفه بنقيسها، يعني علشان اقول لك والله انت الزياده بتاعتك هتبقى الرقم الفلاني ببرسنتج الفلانيه، او ان انت والله جالك اوفر تاني في شركه تانية بس انت حابب تكمل في المكان ده، فانت طالب مني كاونتر اوفر عشان تقدر تكمل، وكل ده تمام. لكن بقى نيجي كل شهرين اصل انا عايز اغير، بص انت هتبقى كده كده هتبقى شويه مع الوقت للمانجر بتاعك او مع البيزنس اونر هتبقى بلاك ليستد. ما اصل انا مش كل شويه هقعد اغير في البادجت واقعد يعني اترجاك تقعد تكمل شغل. ما هو انا وبعدين انت جاي الشغل مش بتتفضل عليا، انت بتاخد مرتب مقابله انا باخد منك شغل، فهو ده الاتفاق بيننا. فانت كون ان انت كل شويه عايز مني زياده دي، يبقى اديني شغل ازيد. صح. اديني شغل ازيد، اديني performance اعلى، اديني حاجه تحسسني انا ازاي جاي عليك كده. وطبعا من الناحيه التانية كشركات ما ينفعش انت بقى تيجي على الموظف عندك تدوس على وشه كده تقول له والله انا متفقين على المرتب ده، لا يعني الموضوع محتاج يبقى فير من ناحيتين. كشركه بنعمل كذا، كموظف بتعمل كذا، وكل واحد بياخد حقه، ودي اسمها حقه. انت بتاخد مرتبك وانا باخد شغلي، غير كده يبقى احنا هنقعد نتعب بعض، انت تتعبني وانا اتعبك ومفيش حاجه تطلع في الاخر يعني. طيب اخيرا بقى مش عايزه والله البودكاست يخلص. شايف جود انف يعني الانسان ازاي يحكم على نفسه ان هو جود انف في اي حاجه، سواء بقى في العلاقات، في الشغل، في الحياه؟ تسالي السؤال ده لشخص غلط تماما لان انا عندي امبوستر سيندروم. انا اصلا عندي شك ان انا شاطر، يعني امبوستر سيندروم ده كلنا والله. مفيش حد هيقعد هنا انا عارفه كويس قوي ان هو ما عندوش الشك ده. يس ده حقيقي. جود انف مش لازم تكون يعني بيرفكت 100%، بس على الاقل انت عارف انت في نسبه معينه كويسه. ماشي. بصي هو انا عامه سنس ان انا الباك جراوند بتاعتي شويه انجينيرنج، وسبيسيفيكلي اشتغلت شويه في الاندستريال انجينيرنج، ففي مبدا في اللين مانيفاكتشرنج اسمه كونتينيوس امبروفمنت، وده انا ذاكرته من هندسه، وابتديت احس ان هو ايه يعني هو جزء لا يتجزأ من حياه البني ادم، مش علاقه بالهندسه بس. الكونتينيوس امبروفمنت ده مستمر، مفيش حاجه اسمها ان انت وصلت للكمال، لان مفيش حاجه اسمها كمال. البروسيس بتتطور، انت كشخص بتتطور، الماتيريالز بتتطور، الاسيتس بتتطور، فانت مفيش حاجه اسمها ان انا وقفت عند هنا، لان انت لو وقفت عند هنا انت خلاص وقفت. الدنيا بتتطور بره جدا جدا جدا، فانت ايفنتشولي لو انت دلوقتي جود قدام هتبقى باد. تقريبا كان في كتاب جميل جدا اسمه جود تو جريت، كتاب ان جنرال بيتكلم عن ان انت معنى ان انت جود مش معنى كده ان انت تكمل زي ما انت، معنى ان انت جود سيك ان انت تبقى جريت. من اكبر الشركات في العالم اللي وقعت ومعروف ان هي وقعت كانت نوكيا. هم كانوا جود وكانوا مسيطرين على عالم الموبايلات، دلوقتي هم مش موجودين اصلا في الماركت لان هم سبتوا على وضعهم. بلاك بيري سبت على وضعه، هو كان جود بس ما حاولش يوصل لجريت. ده بينطبق على الاشخاص. انت كمدير ما ينفعش تقول اصل انا خلاص فتحت شركه فانا كده خلاص بقى بطل اتعلم، انا وصلت للتوب. مفيش حاجه اسمها كده. الدنيا بتتغير، الجينيريشن بيتغير، التولز بتتغير، الريكوست بتتغير، الكلاينتس بتتغير، كل حاجه مفيش حاجه كونستنت. فانت ما ينفعش تفضل انت كمان ثابت. انت ثابت العالم كله بيتغير حواليك، انت لو انت ثابت كده وستدي هتلاقي نفسك بتاخد الكيرف وتنزل. اوكي. هو ايفنشولي انت مش بتنزل، هو البار هو اللي بيعلى فبيقللك. فجود انف لا، ما فيش حاجه اسمها جود، انت محتاج تكمل، انت محتاج فروم جود تو جريت. دايما شغال على نفسك، دايما شغال على الشركه. حتى كمان كامبلوي ما ينفعش تفضل ثابت عشان صح. تترقى، بالزبط. علشان يعني تطلب فلوس ازيد، عشان تروح في شركه تانية تاخد فلوس اكتر، ازاز في ازاز كده اي حاجه، علشان تخش مثلا تعمل كيس بالنسبه للمانجمنت يا سيدي ان انت بقيت اتعلمت 1 2 3 4 هتفيدني في 1 2 3 4، فعلى فكره انت محتاجني لان انا هضيف لك جديد. لكن انت لو جاي بتعمل نفس اللي بتعمله اللي انا بطلبه منك وجاي تطلب مني اصلا عايز فلوس زياده، بالظبط، ما هو اللي انت بتعمله ده اجيب حد تاني بنفس المرتب او مرتب اقل يعمله، هي هتفضل نفس القصه. فلو انت مش بتتطور ما هتموت eventually يعني. انا مبسوطه جدا اني عرفت ان انت كنت موجود معايا، وسبب ان احنا اخترناك للبودكاست ده هو ان
ناس كتيره بتشوفك ان انت فعلا ايدول ليهم او ممكن تساعدهم في حاجه. فالحمد لله ان احنا اتليست عارفين ان احنا نلاقي منتورز. احنا عايزين دايما بيبقى في قله منتورز في الكريتيف اندستري او في المجالات عامه، وعايزين نقول للناس ان انتوا اهدوا شويه. اهدوا، يعني الاوفر ثينكر كتير بيبقى الاوفر ثينكينج كتير بيبقى بيخلي الناس مش عايشه حياتها كويس. حتى لو شغاله في شركه، طب انا هترقى امتى؟ طب حتى لو انا شاطر في حاجه، طب ما انا ابقى شاطر في حاجتين. فدايما بنفكر كتير قوي في حاجات كتيره قوي في نفس الوقت. فانا كنت مبسوطه بجد بالكونفرزيشن، واتمنى كمان تكونوا انبسطت. شكرا واي هوب انه يعني الناس فعلا تكون فهمت شويه من السايكل، ان السايكل كبيره زي ما انت قلتي، وما تفتكرش انه الموضوع انه البيزنس اونر ده او البيزنس عامه بيمشي بكل سلاسه وسهوله، ما احنا بنعمل البوست اهي وبنخلص الدنيا. الموضوع اكبر من كده شويه، وزي ما تقولي كده اهدوا شويه. اهدوا شويه علينا. شكرا جدا. شكرا ليكي.